المسرح الروماني بالناصرية الحبيبة. من مدينة الناصرية تم بناء المسرح السومري قرب زقورة أور، تحفة معمارية تجذب الأنظار على الطراز الروماني. هذا المسرح المفتوح انبنى بطريقة هندسية على الطراز الروماني. ليش على الطراز الروماني؟ باعتبار المسرح إجانا من الرومان. يتسع هذا المسرح ل 1500 متفرج، سمي بالمسرح السومري. المسرح السومري استضاف فعاليات ثقافية مثل مهرجان ذي قار الدولي للثقافة اللي جمع 120 شخص أدباء وكتاب من مختلف مدن العراق، والآن يستضيف الزوار والسفرات المدرسية والجامعات وحفلات التخرج، فأصبح معلم مميز بالناصرية. وفي الجهة المقابلة لهذا الصرح الكبير مسرح مغلق يضم 450 متفرج لإقامة الأعمال المسرحية. مع ذلك أثار بناء هذا المسرح جدل بين المثقفين والمؤرخين. بعضهم يشوف أن بناء مسرح بطراز روماني بمنطقة تعتبر مهد للحضارة السومرية اللي سبقت الحضارة الرومانية بآلاف السنين قد يعد تجاهل للإرث الثقافي المحلي، ويشيرون إلى أن الرومان كانوا يبنون مسارحهم كرمز لسيطرتهم السياسية والثقافية، مما يجعل بناء مسرح روماني في الناصرية غير مناسب. المسرح الروماني بالناصرية مو الوحيد من نوعه بالعراق، فيوجد مسرح روماني أثري في السليمانية يعتبر نسخة مطابقة لمسرح الكولوسيوم في روما، ويتسع ل5000 شخص. ويبقى بناء هذا المسرح بالناصرية محل نقاش بين من يشوفه إضافة معمارية للمدينة وبين من يشوفه تجاهل لتاريخ الحضارة بالمنطقة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أشوفكم بحلقات جديدة من برنامج رحلة ذي قار.